السلام عليكم. مرحب بكم وبكل المشتركين، ونشكركم على كل التعليقات. خلال هذه الأيام يعيش موظفي قطاع التربية على وقع انتظار وترقب بعد بيان صادر عن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية حول المطالبة بحقوق موظفي القطاع. هل سيتم قبول ملفات التقاعد استثنائيا خلال هذا الثلاثي؟ وهل سيكون الخروج الفعلي للتقاعد في أواخر شهر أوت كما تنص المادة الخامسة؟ حيث أن البيان قد صدر عن تكتل يضم عدة نقابات مستقلة تمثل مختلف الأطوار وأسلاك التربية. هذه النقابات اجتمعت ورفعت مطالب مشتركة تمس الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع. نبدأ بالمطلب الرئيسي، المادة 5 التقاعد. أهم ما جاء في هذا البيان هو طلب قبول ملفات التقاعد استثنائيا خلال هذا الثلاثي حتى يتمكن الموظفون المعنيون بالخروج للتقاعد في 31 أوت 2026، حيث أن المادة الخامسة في جوهرها تسمح للموظف الذي استوفى شروط التقاعد بإيداع ملفه قبل نهاية السنة ومواصلة العمل إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، ثم الخروج للتقاعد فعليا في 31 أوت 2026. والهدف هنا هو الحفاظ على استقرار الدراسة، عدم إرباك التلاميذ، وتنظيم الدخول المدرسي الجديد. إذن هذا مطلب نقابي ولم يتحول بعد إلى قرار رسمي، وإن شاء الله يتحقق هذا المطلب النقابي بإذن الله. والآن نرجع لبقية المطالب الواردة في البيان، حيث تم الاتفاق على عقد جلسات ابتداء من 31 جانفي 2026 لمناقشة مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص، حيث طالبت بمراجعة التصنيف، الترقية والإنصاف بين الأسلاك، وربط التكوين بالإدماج والترقية. كما طالب التكتل بالإدماج في الرتب المستحدثة، والتأكيد على أن الإدماج حق مشروع ويجب أن يشمل جميع موظفي القطاع دون تمييز. كما طالبت بتكوين وظيفي مفيد ويخدم المسار المهني الحقيقي، ورفض التكوين القصري غير الوظيفي. كما طالب التكتل النقابي أيضا بتطبيق سليم لقانون ممارسة العمل النقابي، وفتح قنوات الحوار، وعدم التضييق على التنظيمات النقابية. وفي الختام يؤكد تكتل نقابات التربية الوطنية على مواصلة نضالاته والمرافعة بكل مسؤولية وثبات عن حقوق مستخدمي قطاع التربية الوطنية. وصلنا هنا لنهاية الفيديو، نشكركم على المتابعة. ما تنساوش دعموا الفيديو بلايك واشتراك، ومع السلامة.